الفنانة شادية اتسألت عن أكتر أمنية نفسها فيها في حياتها، فردت على السؤال ده برسالة بخط إيدها وقالت: الأمنية اللي بتمناها وناس كتير ما تعرفهاش عني إن أنا نفسي يبقى عندي دستة عيال لما أبقى في سن ال50. ولكن للأسف شادية مخلفتش خالص. شادية اتجوزت 3 مرات، المرة الأولى من المهندس عزيز فتحي، والمرة التانية من الفنان عماد حمدي، واستمر جوازهم 3 سنين بس، وانتهى بسبب غيرة عماد عليها الكبيرة جدا. وآخر جوازاتها كانت من الفنان صلاح ذو الفقار، وانتهت سنة 1969. وللأسف في ال3 جوازات ربنا ما أردش وما خلفتش خالص. وفقا بقى لناهد بنت أختها بتحكي إن شادية حملت 3 مرات في جوازها من صلاح ذو الفقار، وكل مرة كانت بتفقد الجنين على الشهر الخامس أو السادس. وجت في حمل معين فضلت نايمة 6 شهور ما كانتش بتقوم إلا بأوامر الطبيب، ومع ذلك برضو سقطت الجنين في الشهر السادس. وفي مرة كمان كانت حامل ومضت فيلم اسمه الحب الضائع، والمنتج طلب منها ان اغاني الفيلم هتتم في لبنان، فسافرت لبنان وسافر معاها جوزها هناك. وهي في لبنان بتصور الفيلم فقدت الجنين، وهنا كرهت الفيلم واعتذرت عنه ومشيت، وجابوا مكانها سعاد حسني وزبيدة ثروت. كانت المفروض شادية هتعمل الفيلم مع نادية لطفي، ولكنها اعتذرت عنه وسابته ومشيت، جابوا مكانها سعاد حسني وزبيدة ثروت اللي كانوا مش طايقين بعض في الفيلم خالص. شادية كانت بتحب الاطفال جدا لدرجة كل اطفال العيلة كانوا بيعتبروها مامتهم. وفي يوم اتسألت انه في طفل على طول بيظهر معاكي ده مين، قالت لهم ده خالد ابن اخويا، وده بعتبره ابني بالظبط. وقالت انا نقطة ضعف الاطفال، انا ربيته من هو عنده سنة لانه مامته انفصلت عن باباه وسافرت تركيا، وانا كنت عارفه انها مش هتعرف ترعاه، فاخدته وربيته وكبرته واعتبرته ابني بالظبط. مش بس خالد، كمان هشام ابن عماد حمدي من مراته الاولى شاديه كانت بتعتبره ابنها، فضلت تسال عنه لحد اخر يوم في عمرها، وده لو سالتوه عنها بيحكي عنها اشعار. شاديه وزعت فلوسها كلها على اولاد اخواتها، وكمان عملت مؤسسه خيريه اسمها مؤسسه شاديه الخيريه، اللي كانت بتنفق فيها على الاطفال والايتام، وعملت دار ايتام كمان وكانت بتشرف فيها بنفسها على الايتام. وبعد وفاتها جارتها قالت انها كانت بتبعت اظرف فيها اموال لطلبه الجامعه الغير مقتدرين، وكانت بتبعت للسياس والبوابين وللناس كلها، وكانت ست خيره جدا وبتعمل خير كتير قوي. الله يرحمها.